السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة جوجو تاروت، وهنقول النهاردة طاقة برج العذراء بتاريخ 14. يا رب كل الخير ليك يا عذراء. يلا بينا كده يا برج العذراء نشوف طاقتك الأسبوعية. الدكتور عايز يقول لك إيه؟ يلا بينا يلا بينا. بسم الله. شمس، حيرة. إيه الحيرة دي؟ أنت عايز تبتدي جديد. عندك في طاقة غريبة مش عارفة ليه جايلي من العذراء. انت بترمي ايه ورا ظهرك يا عذراء؟ العذراء هنا بيتخلى عن شيء تعبه بقاله فترة. في هنا شايفة العذراء حرفيا خارج من فترة بيعمل توازن لنفسه ببدايات جديدة. مش شرط تكون البدايات الجديدة دي حب على فكرة، ممكن تكون البدايات دي مع نفسه هو، مع العذراء نفسه. هو عايز يبتدي بدايات جديدة مع حياته الخاصة. مش شرط في بدايات جديدة ان يكون في ناس جديدة داخلة حياته، لا، ممكن يكون عايز يصلح علاقاته باشخاص كانت حواليه الفترة اللي فاتت، لان انا شايفة العذراء هنا بيتحرر من طاقة سلبية. ايه اللي جالك ده يا عذراء؟ في ايه؟ البدايات الجديدة دي جايالك بعد شيء انت سبته، او شيء انت تخليت عنه او اديته ظهرك. في طاقة وعي جاية هنا قوي مع العذراء. طب تعالى نكمل. اه العذراء هنا شايفاه بيتشافى. انت بتتشافى على فكرة، البداية دي تشافي على فكرة. العذراء بيتشافى من تخلي عن علاقة. انت اديت ظهرك، قررت تعيش لذاتك يا عذراء. حاسس ان انت كنت في علاقة توكسيك ولا ايه؟ او انت فعلا اكتشفت ده وده اللي تعبك لما واجهت نفسك بالحقيقة. تعبت وزهقت. انت كنت مش عايز تواجه نفسك بالحقيقة تقريبا، بس انت شكلك واجهت نفسك بالحقيقة او شفت الحقيقة مؤخرا. فانت بتبص للماضي وبتقول خلاص انا تخليت عن ده ومش عايزه تاني، برغم ان الشخص ده ممكن لسه مازال لحد دلوقتي متواجد حواليك في حياتك. يعني ممكن يكون لسه، ممكن تكون العلاقة انت بتنسحب منها، وممكن يكون قطعتها خالص، وممكن تكون العلاقة في الفترة دي اوف واون وانت بتقرر ان انت تنسحب. انا مش عارفة في ايه بالظبط، بس العذراء النهاردة انا شايفاه مش في طاقة يعني بيستعد الامر جاي. الحب مع العذراء هنا بدأ يحب نفسه اكتر، بدأ يصلح علاقاته بأصدقائه، بدأ يكون يرجع علاقاته القديمة مع الأصدقاء والأهل والناس اللي يمكن أنت قطعت معاهم فجأة. العذراء بيستعد بدايات أنا قلت في الأول بدايات خاصة، يعني بدايات مع نفسك. ممكن تكون مقرر أن أنت تعلي وضعك العملي، ممكن تكون عايز تستثمر في شغلك، عايز تبتدي مشاريع، معرفش قصتك ايه، بس انا شايفه العذراء طالع لي النهارده بطاقه هو فكر فيها كتير قوي قبل ما يوصل للمرحله دي. هو حاسس ان هو خسران حاجات. العذراء بيقول لي انا خسران حاجات، ممكن يكون خسران طاقه وخسران مجهود. انت حاسس ان انت ما يليقش بيك الكلام ده يا عذراء. العذراء بيقول لي هنا لا يا جوجو، انا ما ينفعش معايا الامر ده، انا ما ينفعش معايا اللي بيحصل ده، انا ما استاهلش ده. انا عطاء وبدي وبكون ساخي مع الاشخاص اللي حواليا، بس انا بحس منهم ان هم بيعاملوني باللي انا ما استاهلهوش. العذراء قدامي بيبص للحب من بعيد، مش عايز يقرب، حتى لو الحب عنده وقدامه وبيجيله الحب مش العذراء مش عايزه. الحب عايز، يعني العذراء هنا عايز حب افعال مش كلام. يعني ممكن يكون العذراء اتخلى عن الشخص اللي في حياته ده بسبب ان ممكن ما يكونش جدي او واخد العلاقه بهزار شويه مع العذراء. ممكن العذراء تخلى بسبب ده، لان العذراء شايف نفسه الكينج هنا. يعني بقول انا حاجه كبيره، انتوا ايه يا جماعه؟ هو انا علشان عماله اجي على نفسي وبتهاون في زعلي وبقول ماشي على اي حاجه وبرضى باي حاجه، انتوا هتشوفوني ان انا في الوضع البسيط ده؟ لا، انا مش كده. ده انا حاجه غاليه قوي عند نفسي لو انتوا مش شايفين غلاوتي. شايفه العذراء هنا ادى ظهره للحب وعايزه في نفس الوقت. يعني انت ممكن تكون بس في قرار. يعني انا شايفه العذراء بيعمل كده المره دي بقرار نابع من جواه حرفيا. يعني انا شايفه العذراء مش بيحاول المره دي يمثل. هو كان يمكن قبل كده بيمثل، المره دي مش بيمثل. لا، العذراء هنا
متمسك بآرائه، بيسمع كلام من اللي حواليه. ممكن يكون كتير يعني في ناس حواليك يا عذراء ممكن بتحاول تضطهدك، تعلق على تصرفاتك، بتحسسك طول الوقت ان انت غلط برغم ان انت متأكد ان انت صح. شايفة العذراء هنا بيقول لي يا جوجو انا بتجاهل كلام كتير حواليا، ويمكن كمان ما بعبرش ولا بسأل ولا برد ولا بدي اي رياكشن ان انا متأثر، لكن انا من جوه زعلان. هو انا مفاهيم الناس دي ليا بعد عطايا اللي انا اديتها لهم دي، هم شايفيني كده، هو ده عيب فيا ولا هم الناس دي اصلا مش كويسه؟ لا، ده الشخص العطاء عمره ما بيكون وحش، بيبقى بينطمع فيه. طيب في ايه هنا تاني مع العذراء؟ العذراء هنا عنده خطوات جريئه في امر ما. انت ممكن تكون متحمس لحاجه معينه الفتره دي، وممكن تكون انت واخد الموضوع بجديه قوي، او انت عايز تشغل نفسك عن الحب يا عذراء بالعمل، بالدراسه، بتنزل جيم، ترجع علاقاتك باصدقائك او تعمل صداقات جديده، معرفش. بس العذراء قدامي بيبتدي بدايات قويه لذاته. هتقولي انا ما بعمتش بحب الشخص، لا، انت لسه مازال الشخص ده انت بتتشافى منه، او عايز اللي يجي يغطي عليه من الاخر. يعني العذراء هنا مش هيرضى بالقليل تاني. ايه، في بلوك هنا ولا ايه؟ في بلوك، في حاجه تخص البلوك للبعض وليس للكل على فكره، لان انا شايفه ان الموضوع مهمش. يعني في ناس ممكن من العذراء عملت بلوكات لناس، وممكن يكون في ناس عملت بلوكات للعذراء. بس العذراء هنا هيفرح بحاجه قريب، في حاجه هتجيلك يا عذراء. ممكن الشخص ده يجيلك بس انت متبقاش عايزه. في حاجات كده لما يعني بنتخلى عنها بتجيلنا. في حد راجع لك من سفر يا عذراء، او انت ممكن تكون مسافر. العذراء هنا عنده تحركات كتير الفتره دي. ممكن العذراء يا مسافر، يا مستني سفر، يا هيتنقل من بلد لبلد، يا هيغير بيت، يا هتغير شغل. في حاجه عندك فيها تنقلات هنا يا عذراء. وكمان في مبالغ ماديه حلوه قوي جايه لك في الطريق. هل في هنا فرحه عند العذراء في الحب؟ ممكن تكون فرحه جديده على فكره، استقبال لطاقه جديده. وبعدين في حاجه انا ملاحظاها في الورق عند العذراء، بس يمكن العذراء مش عايز يبوح لي بيها هنا في الطاقه، لان هو يمكن مش مقرر لسه. بس في ناس معجبه بالعذراء، ويمكن العذراء قافل البيبان دي. في ناس بتبص عليك يا عذراء وبتتبعك بصمت، مش عايزين يبوحوا باللي في قلبهم، لان هم يمكن شايفين وش اليومين كده من العذراء. العذراء شكله كده مدي وش كده، عامل استوبات لكل حاجه، قافل تليفونك، ممكن تكون خافي حالتك من على السوشيال ميديا، مش عايز حد يعرف ان انت موجود، متخفي. وكمان في طاقه تعب هنا عند العذراء. العذراء شكله معاه طاقه تقيله. يعني انا شايفه العذراء هنا من اول ما فتحت العذراء نايم، العذراء تعبان. العذراء ممكن يكون ده، مش ممكن يكون تعب صحي، ممكن يكون تعب صحي وممكن يكون تعب نفسي. في خلافات هتتحل معاك يا عذراء هنا، وفي امور هتوضح فيها حقائق مع العذراء. في حاجه برضك عايزه اتكلم فيها مع العذراء. في ناس مخادعه في حياتك يا عذراء. في هنا ناس بتنتحل شخصيه ان هم بيحبوا العذراء، وممكن على فكره يكونوا ناس قريبين منك يا عذراء، ناس حواليك طول الوقت، ناس بتتقمص شخصيه ان انا بحبك وبحب مصلحتك وخايفه عليك. هم لا بيحبوا مصلحتك ولا خايفين عليك، هم في استفاده، في حاجه هم عايزينها من العذراء، ولو العذراء بطل العطيه بتاعته دي هيتغيروا عليه. ففي حاجه من دي انا حبيت انبهها للعذراء. فاحساسك اللي انت حاسه من ناحيه اشخاص معينين بمخادعه حقيقي يا عذراء. في طاقه محيطه بالعذراء الفتره دي على فكره، حاسه بطاقه حسد قويه قوي عند العذراء الفتره دي، مش عارفه ليه. طاقه تقيله، ويمكن هي اللي تعبى العذراء وبس. في كده حاله انتعاش جايه للعذراء الفتره اللي جايه، وتخطي الامور صعبه. يعني اللي انت فيه ده انت بتتشافى فيه اصلا، او الطاقه التقيله اللي معاك دي يا عذراء انت هتتخطاها بفضل رب العالمين. بس في طاقه من شخص ما بمراقبه قويه عليك وبندم رهيب يا عذراء. طب تعالى هنا بقى نشوف طاقه الشخص اللي بيفكر. الكروب بعيد عليها شويه بس معلش.
بالنسبة للطاقات اللي نازلة للعذراء، معايا هنا طاقات مائية بقوة يا عذراء، ومعايا طاقات نارية، ومعايا هوائية ترابي. انتوا ايه حكايتكم؟ طيب تعالوا كده نشوف الشخص اللي انت حاطط نيتك ايه بقى، ان كان انت بقى بتفكر في مين او عايز تعرف افكار مين اتجاهك عذراء. تعالى كده نشوف. بسم الله. احبك بجنون. الشخص اللي انت عايز تعرف هو بيفكر، بيقول لك انا بحبك، انا اسف على كل كلمه وفعل جرحتك بيه. الشخص ده بيعتذر. بدات اشعر بشخص اتجاه شخص اخر، يعني بقول لك انا يمكن الفتره اللي فاتت حاولت ان انا اقارن ما بينك وما بين حد، وانت اللي فايز يا عذراء. لقد ارتكبت خطأ كبيرا اخنت ثقتك. الشخص ده شكل العذراء سابه بسبب الخيانه. انت اجمل هديه. لا، ده في حاجه هنا، في قفشه العذراء قفشه على الشخص ده. شكله شخص متلاعب وتوكسيك، بيتقمص ان هو بيحب العذراء، ويمكن العذراء اكتشف ده. طيب بيقول لك اشعر بفجوه كبيره في علاقتنا، ان هو حاسس ان العلاقه بتنهار. صديق المقرب يعني في حد بيأثر على شريك العذراء، لا استطيع الظروف العائليه، في حاجه هنا تخص عيلته. ففي حاجات كتير مع الشخص ده انت شكلك اكتشفتها، بس انت ما انتش هترجع زي الاول يا عذراء. طيب تعالى كده نشوف كارت النصيحه ليك ايه. بقول لك واجه مخاوفك يا عذراء. لو انت خايف من حاجه واجهها، اقف في وش الحاجه اللي انت متردد تعملها واعملها. ها، ما تخافش. انت قد اي حاجه يا عذراء. كارت الملائكه هنا نصيحته ليك ايه؟ يلا بينا نشوف كده. بسم الله. الكروت مش عايزه تطلع على عذراء. طيب بقول لك اعطي العلاقه فرصه اخرى يا عذراء. الملائكه بتنصحك تدي فرصه اخرى للشخص اللي راجع مكفي على وشه ده. في ناس هنا هترجع تاني للعذراء وعايزه تصلح موقفها، فانت القرار في ايدك يا عذراء. الملائكه بتقول لك ادي للعلاقه فرصه تانية. بس العذراء واقعي وحد مش بيحب يعيش في الخيال، فانا شايفه ان العذراء ممكن يرفض ده. فالنصيحه موجوده، بس القرار ليك يا عذراء. كنتم في قناه جوجو تاروت، نورتوني.